دلوقتي الشغل نفسه بقى له حساب، مش بس القرار. بعد القانون ما ظبط شكل العلاقه، نيجي بقى للي بيحصل جوه الشغل كل يوم. اول حاجه ساعات العمل. القانون واضح: 8 ساعات في اليوم، 48 ساعه في الاسبوع. اي ساعه زياده اسمها شغل اضافي وله مقابل. المقابل ده من 35% لحد 70%. ولو الشغل يوم اجازه رسميه وده بيتم باختيار العامل. نيجي بقى للمرتب والخصومات. ما بقاش اي خصم يعدي. القانون حدد الخصم بحده الاقصى 25% والسلف 10% بس. يعني المرتب بقى له حرمه وحدود. العلاوه كمان ما بقتش وعد ولا منه. القانون الزم بعلاوه سنويه ما تقلش عن 3% من الاجر التاميني بعد سنه شغل. بعدها القانون دخل منطقه كانت دايما حساسه: التحرش، التنمر، الضغط النفسي، التمييز. الحاجات دي ما بقتش مشاكل شغل، بقت جرائم. وصاحب الشغل ملزم يبقى عنده نظام شكاوى سري وحقيقي. كمان القانون اكد على المساواه: راجل او ست، سليم او من ذوي الهمم، الاجر واحد والفرصه واحده. نيجي بقى للاجازات: 15 يوم في الاول، 21 يوم بعد كده، 30 يوم بعد 10 سنين، 45 يوم لذوي الهمم، واخيرا الاضراب. مش فوضى ولا ممنوع، حق بس منظم. وبعد ما كل الحلول الوديه تخلص. القانون ده مش منحاز ولا واقف في صف حد، هو بيحاول يخلي العلاقه واضحه ومحسوبه عشان الخساره وما تبقاش على حساب طرف واحد. ودايما دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.